اهلا بيكم على قناة البورصجي. النهاردة فيديو جديد عن تحليل الناسداك. هنقعد النهاردة نحلل الناسداك من اول الويكلي للديلي للوان اور، وننزل نشوف ايه الكي ليفلز اللي احنا نستنى فيها البرايس. وطبعا اللي متابع الفيديوهات بقاله فترة عارف إن التحليل بتاعي بيعتمد على حاجات فاندمنتال. اول سؤال بسأله نفسي لما باجي اقعد احلل التحليل شارت: وشمعة الويكلي او شمعة الاسبوع ده هتتمدد لفوق ولا هتتمدد لتحت؟ لما تعرف إجابة السؤال ده لازم تعرفه عن طريق كذا حاجة. أول حاجة، لو إحنا هنا فاتحين الشارت بتاع الناسداك على الويكلي، فأنا حابب دلوقتي أشوف الديلينج رينج اللي إحنا بنتعامل فيه. ده الديلينج رينج عندي طبعا. الإكوليبريم أو منطقة التعادل هي الحتة دي، تمام. فدلوقتي البرايس على الويكلي هو في حالة البريميوم. المنطقة دي منطقة بريميوم، ودي منطقة الديسكاونت، ودي الإكوليبريم. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ادي الهايست بتاعت الاسبوع اللي فات او بتاعت الناسداك عامه، دي اكتر نقطه وصل لها عاليه جدا. ودي اللور اللي عملها في الشهور اللي فاتت. وعندك هنا منطقه الاكوليبريم زي ما انتم شايفينها. هنا بقى هشيل ده بس عشان نبتدي بقى ننزل للاناليسيس بتاعنا، نشوف الفير فاليو جابس فين. فاول فير فاليو جاب على الويكلي حابب اشوفها هي دي. هي الفير فاليو جاب دي. ليه حابب اشوف الفير فاليو جاب دي؟ لان الفير فاليو جاب دي في منطقه البريميوم دي نمره واحد. نمره اتنين انها على الويكلي، فهيبقى ليها امباكت قوي قوي على السعر. نمره ثلاثه، ان هي دي هتوريني اذا كان البرايس هيحترمها زي ما انتم شايفين مثلا. بس النهارده طبعا لسه يوم الاثنين، لسه بدايه الاسبوع التريدنج، ما اقدرش اقول اي حاجه جدا. انا كل ده لسه بحط الكي ليفلز وبشوف. فعندي الكي ليفل ده مهم جدا، اللي هي الدوت دي، ده نص الفير فاليو جاب. ليه نص الفير فاليو جاب مهم؟ نص الفير فاليو جاب مهم عشان دي منطقه فيري سنسيتيف للبرايس. لو هو في حاله بولش او في حاله صعود قويه جدا، يا دوبك هيلمس الحته دي وتلاقيه طالع ماشي، هيقدر يكسر الفير فاليو جاب. فالفير فاليو جاب دي انا عاملها انديكيشن ليا اشوف اذا كان البرايس هيحترمها ويكمل طلوع، ولا هيكسرها وينزل لي عند الاوردر بلوك ده ويبتدي ريتريس تاني هنا وبعد كده يكمل نزول. فانت عشان كده بقول لازم نحط الكي ليفلز بتاعتنا. ده الاوردر بلوك، فلازم نحط هنا كده برضو ايه، كي ليفل عند الاوردر بلوك. كل ده على الديلي يا جماعه، كل ده على الويكلي، سوري. كل ده على الويكلي ليه؟ عشان بعد كده لما انزل على الديلي اوريكم ايه الحاجات اللي ممكن نشوفها اكتر تخلينا ناخد السيناريو اللي فيه probability اعلى ان البرايس او الشمعه بتاعت الديلي هتكمل لفوق ولا هتكمل لتحت. فده كده الاوتلاينز اللي انا حاططها على الشارت بتاعي على الويكلي عشان اشوف. ادي نمره واحد، ده كي ليفل ده بالنسبه لي مهم جدا عشان اشوف الفير فاليو جاب دي البرايس هيحب يحترمها ولا لا. فانا النهارده يوم الاثنين والثلاث هشوف الكي ليفل ده، عشان كده انا حاطه. اشوف الكي ليفل ده هل البرايس هيبقى سنسيتيف عنده يا دوبك أو يلمسه ويطلع. وده طبعا كده انزل على اللو تايم فريم، على ال1 اور او ال 15 اور او ال 15 مينيت سوري، واشوف اذا كان البرايس هيديني كده شيفت في الماركت ستراكشر ولا لا. والله لقيت في اجريسيف موفمنت لتحت، يبقى هشوف الليفل بتاع الاوردر بلوك واشوف برضو البرايس هيعمل عنده ايه. فتعالوا كده ننزل على الديلي. يعني شرط الديلي فيه طبعا تفاصيل اكتر بكتير من الويكلي. فعندك نمره واحد، زي ما قلت لكم، دي الفير فاليو جاب على الويكلي تشارت. وزي ما انتم شايفين ان البرايس هنا في حالة صعود قوية جدا، وبعد كده ابتدى من بداية الاسبوع ان هو نزل، يا دوبك لمس الفير فاليو جاب اللي احنا عاملينها، وبعد كده عمل ايه، قلب وشه لفوق. فده إيه، لسه برضه ما يديناش اي انديكيشن ان النهارده لسه يوم الاثنين. فلو لقينا الاثنين والثلاث في الحتة دي، هوريكم بقى حاجة كده ايه لازم ناخد بالنا منها عشان لو نعرف ان احنا في حالة صعود ولا في حالة هبوط. ادي الفير فاليو جاب دي بالنسبه لي كده تبقى فير فاليو جاب مهمه. دي دي فير فاليو جاب لان البرايس ممكن الاثنين والثلاث يعمل مانيبيوليشن او تلاعب، يطلع الى البرايس في الفير فاليو جاب دي وبعد كده راح هوب نزل على طول. ادي ده سيناريو. السيناريو التاني ان هو الاثنين والثلاث ياكيوميليت هنا او ينزل في حاله صعود هنا ويجي عند السنسيتيف اريا دي اللي انا بقول لكم عليها ويروح طالع تاني. طبعا اللي هيقول لنا الكلام ده لسه ما نشوف يوم الاثنين هيقفل ازاي. ولسه هنشوف يوم الثلاث كمان هتبقى ايه اللندن سيشن هيبقى فيها ايه. بس ده بشكل مبدئي الكي ليفلز اللي انا مستنيها عشان تبقوا عارفين. في طبعا يوم الاثنين مش يوم تريدنج،
يعني انا ما بعتبروش يوم الاثنين ده يوم تريدنج، انا يوم بقعد فيه اشوف الماركت عايز يقول لي ايه. فالماركت هنا عايز يقول لي ان هو احترم الفير فاليو جاب دي سو فار، او بيقنعني ان هو عمل كده، وهنشوف بقى هنا الكي ليفل ده هيعمل فيه ايه. هل الكي ليفل ده هيحترمه، يعني يطلع البرايس عنده بعد كده يروح نازل، ولا الكي ليفل ده مش هيحترمه ويروح طالع تاني عادي جدا في حالة صعود زي ما هو. تعالوا ننزل على الوان اور ونشوف في خلال النهارده وبكره ايه السيناريوهات الاوقع. طيب بالنسبه لل1 اور زي ما انتم شايفين، accumulation manipulation distribution، ادي نمره واحد، ده اول سيناريو تحطه على جنب. اتنين، اداني هنا فير فاليو جاب على الديلي. ف نمره ثلاثه كسر لي هنا الماركت ستراكشر، او يعني نزل بوكايه هانت الناس اللي حاطه الستوب لوز هنا وكسر فيها الماركت ستراكشر. طيب لما يكسر لي ماركت ستراكشر زي كده غالبا هيروح راجع طالع ريبرايس في الفير فاليو جاب دي على ال1 اور. دي اكيد لان في ناس هنا حاطه هنا الستوب لوز بتاعها، فاكيد مش هينزل غير لما يطلع يهانت الناس اللي حاطه الستوب لوز بتاعها الاول هنا. او ممكن كمان يطلع لغايه يعني لو خدنا دي كانها الديلينج رينج بتاعنا، عشان بس الناس تبقى فاهمه احنا بنروح لفين وبنطلع لفين. شايفين الاوكوليبريم فين بالظبط، كل حاجه ماتشنج، كل حاجه راكبه مع بعضها. يعني ادي الهاي وادي اللو وادي الديد ديسكاونت اريا وادي البريميوم اريا. بص الايكوليبريم فين على خط الفير فاليو جاب اللي على الديلي، النص الفير فاليو جاب بالظبط. فاعتقد ان البرايس هيحب يطلع على الحته دي بالظبط، وبعد كده يروح واخد اتجاه نزول او اتجاه صعود لغايه ما نشوف السنسيتيف اريا هنا هتعمل ايه. هل هيحترمها الفير فاليو جاب دي، هيطلع يحترمها هنا؟ يعني هل الفير فاليو لما يبتدي يطلع الفير فاليو جاب دي هيحترمها، يقعد ياكيوميليت ويكسرها وبعد كده ينزل يسند عليها وبعد كده يطلع، ولا يا دوبك بس هيطلع بوكايه هنا يلمس الحته دي وتلاقيه راح كسر ونزل؟ ده اللي هنشوفه في خلال النهارده وبكره. فده التحليل بتاع الناسداك اللي انا شايفه، وده اللي انا مستنيه. فحطيت الكي ليفلز بتاعتي، حطيت الفير فاليو جابز اللي انا شايفها، حطيت الديلينج رينج بتاعي، نزلت من على الويكلي للديلي للوان اور علشان اشوف الكومبليت بيكتشر بتاعت الناسداك. وده يديني الكي ليفلز اللي انا حاططها دي، يديني انديكيشن انا لما اجي بعد كده بكره مثلا هخش التريد او هخش الصفقه بتاعتي، ابقى شايف البرايس رايح او بيمنابيليت او لقيته طالع باجريسيف لغايه هنا وبعد كده كسر الماركت ستراكشر ونزل. يبقى انا عارف ان دي كانت انتري بوينت مهمه جدا، وتلاقي بعد كده الصفقات بتاعتك داخلها من هنا، حاطط الستوب لوز بتاعك هنا طبعا على 1 اور ولا حاجه. يا اما هتستنى تشوف البرايس اذا كان هيكسر الفير فاليو جاب دي وبعد كده ينزل يسند عليها تاني وبعد كده يطلع ولا لا. اتمنى يكون التحليل بتاعي سهل وبسيط. اللي محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.